الفيديو ده أنا مش طالع أعمل فيه أي نصايح طبية، ولكن هو كلام من القلب وأتمنى يكون منطقي لناس كتير. العلاقة بين الطبيب والمريض اللي قدامه من خلال شغلي أنا شفت فيها أنواع كتير، منهم الناس اللي عندها ثبات وبيتحملوا، ومنهم الناس اللي بتخاف جدا. ولقيت ان معظم خوف الناس بيكون من تجارب سلبية سواء اتعرضوا لها او سمعوا عنها، او ممكن يكون لا سمعوا ولا تعرضوا لمواقف بس بيخافوا انهم يتشخصوا غلط او يتعمل لهم حاجة ما كانوش عاوزينها. وعلشان كده انا بشوف ان مهم جدا ان الطبيب لازم يسمع كويس قوي للمريض ويحترم شكوته، لان المريض ملهوش بعد ربنا غير الطبيب علشان يطمنه من خوف. اذا جزء من وقت الطبيب ده لازم يكون هو سماع شكوى المريض واحترامها. بالاضافه لكده وارد ان الطبيب ده يكون مشغول بكذا حاله، بس ده هيخليه ما يعرفش يهتم ولا حاله بالقدر الكافي اللي المريض بيطمح ليها. لذلك انا كدكتور مش من انصار اني اشتغل كذا حاله في نفس اليوم، لا، انا لازم ادي للمريض وقته واشرح احنا هنعمل ايه وبنعمله ليه، واشركه في المشكلة وفي الحلول. وبرضه في نفس الوقت المريض لازم يكون حريص ان الدكتور مرتاح جسديا مش مرهق علشان يقدر يوفي له حقه. دي شوية خواطر حبيت اشاركها معاكم، ولو اي حد عنده اي سؤال حتى لو غريب يبعتهولي وهجاوب عليه في فيديو.